السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي، خفيفة وسريعة، تبان من بره مكرونة بشاميل ومن جوه مسقعة، بس حاجة صحية علشان مش مقلية خالص وما فيهاش نسبة عالية من الدهون. هتعجبك جدا ان شاء الله. بس حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو لأول مرة بتشوفي قناتي، فضلا وليس أمرا. ويلا بينا نبتدي على طول. اول حاجة معايا كمية من البتنجان، الكمية زي ما انت عايزة. هقشر جزء منه وهقطعه شرايح بالشكل ده. وهرصه في صينية الفرن وهدهنه بزيت الزيتون من على الجهتين، وهدخله فرن ساخن مسبقا على اعلى درجة حرارة لحد لما يتحمر. وفي حلة سخنة على النار هضيف فيها معلقتين كبار زيت الزيتون، وهشوح ربع كيلو لحمة مفرومة. وممكن تعملي نفس اللي هعمله وما تضيفيش لحمة خالص، البرمجانة الأصلية من غير لحمة مفرومة. هقلب وهفتت فيها بالشكل ده لحد لما تغير لونها، وهضيف لها بصلة متوسطة مفرومة ناعم مع فصين توم مفرومين، وهسيبها لحد لما تستوي تماما. وهضيف لها معلقة كبيرة صلصة طماطم ونص كيلو طماطم معصورة، وهتبلها بمعلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر والزعتر، وهسيبها لحد لما تغلي وتتسبك. وتعالوا بقى نركب الصينية. في صينية الفرن هدهنها دهنة خفيفة بزيت الزيتون، وهرص طبقة من البتنجان، عليها طبقة من الصوص ورشة بسيطة من الجبنة الموتزاريلا، وبعدين طبقة تانية من البتنجان عليها طبقة من الصوص، رشة من الجبنة، وبتنجان تاني وصوص، واخر طبقة هتكون طبقة حلوة من الجبنة الموتزاريلا. يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يحط اللايك، علشان هو اللي بيرفع معايا الفيديو ويوصل لأكبر عدد من الناس، فضلا وليس أمرا.
وأغطيها بورقة زبدة وورقة فويل، وهتدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 لحد لما تشكشك وكل المكونات تغلي وتاخد من طعم بعض لمدة ربع ساعة. وبعدين هشيل ورقة الزبدة والفويل وهدخلها الفرن تاني لحد لما الوش يتحمر ويبقى ده شكله. شكلها وطعمها تحفة، محدش ممكن يتوقع ان اللي جوه الصينية دي بتنجان، وكمان طعمها خفيف ولذيذ لان البتنجان مش مقلي، عملناه في الفرن بطريقة صحية. هتعشقوا اكل البتنجان بعد الطريقة ديت. بتمنى تجربوها وهتعجبكم جدا بإذن الله. بس بالله عليكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.